طيب يا ريس، أنا بعد إذن حضرتك النجاح اللي أنا مستنيه من الحكومة والذي لم يتحقق هو الآتي. اتفضل. يقول لي هيعمل إيه في الديون اللي بتتفاقم سنة بعد سنة، والسنة اللي فاتت قلت إنها تجاوزت أبغض الحلال ووصلت للحرام، والسنة دي بقول إنها تجاوزت حدود الخطر الاقتصادي إلى حدود تهدد السلم الاجتماعي وربما تهدد استقلال القرار الوطني أيضا إذا فضلنا بهذه الطريقة. اللي أنا عايز أسمعه منه عمل إيه في الاستثمار المباشر، مش إنه زود الضرائب علشان الإيرادات تقريبا 80% منها ضرائب، مش إنه بيخفض الدعم كنسبة وبيستخدمها كرقم، يعني النسبة اللي تريحه يستخدمها كنسبة، الرقم اللي يلاقيه في صفه ويستخدمه كرقم. أما أنا بتكلم عن الدعم الأول، العجز الأولي اللي أنا سيطرت عليه وحولته الفائض، ده جاي منين؟ جاي من الأجور والمرتبات اللي اتثبتت، جاي من المعاشات اللي اتثبتت، جاي من الدعم اللي بيتخفض، لكن كل ده ما بيترجمش لتحسين حياة المواطنين. ليه؟ لأن بيلتهموا فوائد وخدمة الديون، فالعجز الكلي بيزيد ما بيقلش. أنا هنا برضو بتكلم كرقم مش كنسبة. اتفضل. ايه اللي يخلينا نطلع من الدائرة الشريرة او الضيلمة دي؟ ان احنا بعد اسبوع السيد الوزير قال هتوصل لنا الموازنة الجديدة. الموازنة الجديدة دي اذا جات زي موازنة السنة اللي فاتت ثم تبعها اللي هي في تقديرنا بتبقى غير دستورية وغير عادلة وغير انسانية، ثم تبعها اداء سيء، وكمان فيه تجاوز للقانون من قبل الحكومة بأنها تصرف خارج المصرح لها من مجلس النواب، ده هيترجم لحساب ختامي تاني زي ده. هنحل المشكلة دي ازاي؟ بأن احنا نقترض من أول وجديد. الكلام ده هيتحل بأن السيد الوزير يوعدنا ويمنينا في المستقبل، المستقبل ده مش هيبقى موجود فيه. مجلس النواب فاضل له مناقشة مجلس النواب فاضل له مناقشة حساب ختامي وحيد وأخير السنة اللي جاية، وربما الحكومة تكون مكملة معانا للمدة دي، وربما يكون يعني إن شاء الله يعني يكون الوقت أقصر من كده، ويبقى مجلس النواب والحكومة الاثنين أنهوا مدتهم. هنسلم إيه للي جايين بعدنا؟ هنسلم في شهر 7 اللي جاي في أخبار مشؤومة منتظرة فيما يخص الدعم، أكيد ما فيهاش أسرار، لأن السيد الوزير مشغول طول الوقت بأنه ياخد شهادات اعتماد من مؤسسات دولية، ما فكرش مرة أنه ياخد شهادة اعتماد من المواطن البسيط اللي يقول له اللي انت قاعد تقول عليه اصلاح اقتصادي وانت عارف كويس على الاقل علميا ان ده مجرد اصلاح مالي وظالم، لان بيتحمل تبعاته اللي ما يقدرش. طب انت بتقول اصلاح المنظومه الضريبيه، توجه للضرائب المباشره اللي يقدر يتحملها القادر مباشره، انما لا اتوسع في الضريبه غير المباشره، الضريبه العمياء اللي بيتحملها غير القادر اكثر من القادر. طيب انا اوافق على الحساب ده بجد، نفسي اوافق، بس انا اللي شايفه بصراحه من التقرير ان هذا تقرير جزء منه يستحق انه يتحول لاستجوابات عندما يفرج عن هذه الاداه الرقابيه، جزء منه يستحق انه يروح للنيابه العامه، جزء منه يستحق لجان تقصي حقائق، لانه لا يعقل ان احنا نقول كل هذه المخالفات اللي بعضها للدستور وبعضها للقانون وبعضها انتهاك لأبسط حقوق الناس اللي فيها المريض والفقير والضعيف واللي عايز مدرسة كويسة واللي عايز صرف صحي، وفي الآخر نقول إيه؟ ما هو ما فيش غير كده ونوافق عليه، وإن شاء الله السنة اللي جاية يبقى خير. إن شاء الله السنة اللي جاية خير، يبقى السنة دي نتحاسب الأول، لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذه حكومة تجرأت على المجلس وعلى الدستور يا ريس. شكرا جدا. شكرا.